إطار تفاهم للشراكة الاقتصادية بين إيران وحركة أنصار الله اليمنية غادر به وفد الحركة طهران إلى صنعاء، حيث ترأس الوفد صالح الصماد رئيس المجلس السياسي. خلف هذه النوافذ في وزارة الصناعة والتجارة وبعيدا عن أعين الإعلام، قررت طهران أن تمد حلفائها اليمنيين بالنفط والكهرباء والخدمات. لا يرى الإيرانيون في ذلك خروجا على العرف الدبلوماسي بين الدول، فأحداث 21 من سبتمبر في نظر طهران استكمال لخط ثورة الشباب اليمنية. السيد الحوثي وأتباعه الذين أنجزوا هذه الثورة اليمنية يسعون إلى تحقيق إصلاحات وإخراج اليمن من سيطرة الدول الأجنبية، ولذا نحن ندعمهم ونرصد التطورات هناك باهتمام. في تفاصيل الاتفاق، تمد طهران اليمن بالنفط لعام كامل، وتنشئ محطات لتوليد الكهرباء في محافظات عدن وتعز والحديدة، وتبدأ صيانة خط نقل الكهرباء بين مأرب وصنعاء. يضاف إلى ذلك تعزيز النقل البحري وتخصيص خط ائتماني لتوريد ما يلزم اليمن من بضائع ومعدات، وإفاد خبراء إيرانيين في شتى مجالات البنية التحتية. قبل كل هذا وذاك، كانت طهران وحركة أنصار الله اتفقتا على تسيير 4 رحلات جوية يوميا بين البلدين، جسر جوي يرى فيه مراقبون تسريعا لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية. هذه الطائرات تحمل مساعدات إنسانية في المرحلة الأولى، وفي المراحل المقبلة ستساعد في تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الجانبين. أما ما يثار عن إرسال السلاح، فلا أعتقد أن اليمن بحاجة إلى سلاح. بينما كان الوفد اليمني يوقع اتفاقيات التعاون في طهران، أعلنت إيران عن تحريرها دبلوماسيها المختطف منذ عام ونصف، كلها قرائن وفق مراقبين على تقدم النفوذ الإيراني في اليمن، بينما العرب منشغلون بأزماتهم الداخلية. تفسر طهران توقيع اتفاقيات مع وفد حركة أنصار الله الحوثية بأنه يمثل الحكومة اليمنية، فصالح الصماد القيادي في الحركة والذي ترأس الوفد هو ذاته مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. تضيف طهران أن صنعاء عاصمة اليمن، وبالتالي من يحكم صنعاء يحكم اليمن. عمر هواش، RT، طهران.